حبايبنا طلبة تانية اعدادي، تعالى معايا في الفيديو ده هلم لك جرامر الترم الاولاني كاملا، شرح مفصل هتفهم منه الدنيا كلها ماشيه ازاي. عشان تقدر تحل السؤال بتاع الرايت لازم تكون فاهم الجرامر كويس جدا واستخداماته وتكوين القواعد بتاعته. فتعالى معايا في الفيديو ده نشوف الشرح. عندنا اول حاجه present continuous اللي هو مين يا اولاد؟ اللي هو زمن المضارع المستمر. تمام؟ طيب لما اجي اتكلم على الازمنه لازم اعرف كل زمن انا بستخدمه في ايه. فعندنا زمن المضارع المستمر قال لك ان هو بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي. يبقى بيعبر عن مين؟ اول حاجه بيعبر عن حدث يقع اثناء الكلام. يبقى بيعبر عن حاجه بتحصل امتى؟ دلوقتي، وقت ما انا بتكلم. يعني جيت مثلا عايز اقول لك انا بلعب دلوقتي، انا بذاكر دلوقتي، انا بتغدى دلوقتي، انا باكل دلوقتي، يبقى انا هعبر عنها باستخدام زمن المضارع المستمر. طيب الحاجه الثانيه قال لك بيعبر عن مين؟ يعبر عن المستقبل. الله، بيعبر عن المستقبل بس امتى؟ في حاله مين؟ في حاله الترتيبات. يبقى أنا لو بتكلم على حاجة هتحصل في المستقبل بس أنا مرتب ليها، يبقى أنا هستخدم زمن المضارع المستمر. طيب المضارع المستمر بيتكون من إيه؟ تعال نشوف مع بعض. عندنا المضارع المستمر قال لك إن هو بيتكون من، عندك بيتكون من am أو is أو are زائد الفعل مضاف إليه ing. يبقى أنا لما أقول لك أنا عايز مضارع مستمر يبقى أنا عايز مين؟ عايز am أو is أو are زائد الفعل فيه ing. طيب الام دي بتيجي مع مين؟ الام بتيجي مع الاي فقط، يعني الام دي ما بتجيش مع حاجه ثانيه غير الاي. والاس بتيجي مع مين؟ قال لك بتيجي مع هي او شي او ات واي اسم مفرد. تمام؟ طيب والار بتيجي مع مين؟ مع وي او يو او زي واي اسم جمع. يبقى عندنا المضارع المستمر لما اقول لك عايز مضارع مستمر يبقى انا عايز ام او از او ار زائد الفعل مضاف اليه اي ان جي. طيب تعالى ناخد مثال. عندك مثلا قال لك ايه؟ قال لك she is doing her homework now. يبقى هي بتعمل الواجب بتاعها امتى؟ بتعمل الواجب بتاعها دلوقتي. طيب هنا انا استخدمت مين؟ استخدمت she، حطيت لها is ومعاها الفعل فيها ing. يبقى ده كده زمن المضارع المستمر. طيب قلت لك مثلا، قلت لك look، انظر، بقول لك look they are playing football. يبقى هم بيعملوا ايه؟ يبقى هم بيلعبوا كرة القدم. يبقى انا استخدمت مين؟ استخدمت are playing. يبقى الفعل عندنا am او is او are والفعل في ing. ده اللي هو زمن مين؟ زمن المضارع المستمر. ده بالنسبة للجملة المثبتة. طيب لو عايزها جملة منفية عندك بقى بدل الام انا هستخدم am not، وبدل الاز هستخدم isn't، وعندك الار هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها aren't. يبقى am not او isn't او aren't زائد برضه الفعل مضاف اليه ing. يبقى انت هتبدا بالفاعل هتحط بعدها am not او isn't او aren't وبلس الفيرب فيه ing. ده امتى؟ لما نكون عايز الزمن المضارع المستمر يكون جمله منفيه. طبعا احنا عارفين ان الام مع اي والاز مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد والار مع وي او يو او زي او اي اسم جمع. طيب عايز اقول لك مثلا انا دخلت بسال على بنتي هي بتعمل ايه؟ فامها راحت فاتنه عليها وقالت لي ده هي معاده ما بتعملش الواجب. يبقى هي ما بتعملوش امتى؟ ما بتعملوش دلوقتي. فهقول لك ايه؟ هقول لك she isn't ايه؟ doing her homework now. يبقى هي ما بتعملش الواجب امتى؟ ما بتعملش الواجب دلوقتي. يبقى في حالة الجملة منفية أنا هستخدم مين؟ هستخدم am not أو isn't أو aren't بلس فيرب ing. تمام؟ طيب لو عايز بقى أعملها سؤال بمعنى هل، السؤال بمعنى هل أنا بعمل مقص. يعني إيه؟ بدل ما فاعل am is are لا هتبقى مين؟ هتبقى am أو is أو are زائد الفاعل وهنحط برضو الفعل في إيه؟ ing. تمام؟ طيب عايز اسالك مثلا اقول لك هل انت بتتفرج على التلفزيون؟ انت بتتفرج على التلفزيون دلوقتي. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك are you watching. يبقى هل انت بتتفرج على مين؟ بتتفرج على التي في ناو. يبقى هل انت بتتفرج على التلفزيون امتى؟ دلوقتي. يبقى هنا سالت سؤال بمعنى هل
اللي هي ار بعدها الفاعل فيه ايه؟ اي ان جي. وطبعا عرفنا ان الام مع الاي، الاز مع هي او شي او ات، والار مع وي او يو او زي. طيب لو عايز بقى اسال سؤال بكلمه استفهام، قال لك انك هتبدا باي كلمه استفهام، وكلمات الاستفهام اللي هي زي مين؟ عندك وات، وير، وين، واي، هو الى اخره. تمام؟ يبقى هتبدا بكلمه الاستفهام، هتعمل بعد كده مقص، يبقى هتحط لي كلمه الاستفهام بعدها ام او از او ار زائد الفاعل مضاف اليه اي ان جي. يبقى كلمه الاستفهام بعدها ام او از او ار والفاعل اي ان جي. طيب انا بكلم واحد صاحبي دلوقتي وعايز اقول له انت بتعمل ايه، قصدي ان هو بيعمل ايه دلوقتي، يبقى هستخدم مين؟ هقول له وات ار يو دوينج. يبقى وات ار يو دوينج، يبقى انت بتعمل ايه امتى؟ بتعمل ايه ناو، يبقى انت بتعمل ايه دلوقتي. تمام؟ فيقول لك مثلا والله I am eating, I'm having lunch، انا باكل، انا بتغدى، وهكذا. تمام؟ يبقى ام واز وار والفعل اي ان جي حاجه بتحصل امتى؟ بتحصل دلوقتي وقت ما انا بتكلم. طيب عندك هنا يبقى احنا عرفنا الجمله المثبته بتتكون من ايه؟ النفي، وعرفنا السؤال بمعنى هل، والسؤال بكلمه استفهام. طيب ايه الكلمات اللي بتيجي مع زمن المضارع المستمر؟ الكلمات اللي هي بتدل عليه. انا من شويه قلت لك ان زمن المضارع المستمر بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي وقت ما انا بتكلم. فهنا قلت لك ايه؟ عندك الكلمات اللي هتدل عليه، عندنا كلمه زي كلمه ناو، عندك حاجه زي لوك، عندك listen، عندنا مين تاني؟ عندك at the moment، now look و listen و at the moment. عندنا حاجة زي at present، عندك كلمة اسمها still اللي هي ما زال أو لسه. عندنا مثلا أقول لك إيه؟ أقول لك today، أقول لك عندك حاجة زي tonight، عندك هنا tonight، عندك أقول لك مثلا look out او اي حاجه فيها علامه تعجب. طيب عندنا كلمه ناو اللي هي معناها ايه؟ ناو الان، اللي هو دلوقتي. عندك لوك بقول لك انظر، اكيد لما هقول لك بص على حاجه يبقى الحاجه دي بتحصل دلوقتي. listen يعني ايه؟ listen اسمع. at the moment في هذه اللحظه. تمام؟ طيب عندك at present في الوقت الحالي، يبقى at present في الوقت الايه؟ في الوقت الحالي. عندك still معناها ما زال او بالبلدي كده لسه. طيب عندك today اليوم، عندك tonight هذه الليله، هذه الايه؟ هذه الليله. عندك look out اللي هي معناها احترس، قال لك watch out برضه معناها احترس، قال لك be careful برضه هنا يبقى زمانها مين؟ مضارع مستمر. يبقى عندنا دي الكلمات اللي بتدل على زمن مين؟ المضارع مستمر. يبقى لما يحط لك كلمه من زي دول في سؤال الريرايت يبقى انا هستخدم معاها الفعل بتاعنا، يبقى شكله ايه؟ ام او از او ار زائد الفعل اي ان جي. طيب ناو بتيجي في اول الجمله او اخرها، لوك ولسن في الاول، ات ذا مومنت وات بريزنت يا في الاول يا اما في الاخر. عندك توداي وتونايت برضو في الاول او في الاخر. عندك لوك اوت في بدايه الجمله، ما عدا كلمه مين؟ ما عدا كلمه ستيل. تعال نشوف مثال عليها. عندك قلت لك مثلا she is still doing her homework، يبقى دي معناها ايه؟ هي ما زالت او لسه بتعمل الواجب بتاعها. يبقى انا حطيت still، حطيتها فين؟ حطيتها بين am او is او are والفعل اللي فيه ing. طيب دي كلمات بستخدمها هنا لما اكون بتكلم على حاجه بتحصل دلوقتي وقت ما انا بتكلم. طيب تعالى بقى نبص كده، صلى على النبي. عندنا هنا دلوقتي انا قلت لك ان هي بتعبر عن مين؟ بتعبر المضارع المستمر عن حاجه هتحصل في المستقبل، بس هنا حاجه مترتب ليها. يعني ايه مترتب ليها؟ يعني مثلا دلوقتي انا هاخد بعضي واسافر، فهنا لما اجي اسافر انا محتاج ان انا ارتب للسفريه دي. فيبقى لما اجي اقول لك ان انا هسافر مثلا، انا هستخدم ام از ار والفعل اي ان جي. طيب مثلا هنعمل عيد ميلاد، عيد الميلاد ده بنعمله بالبركه كده هلا بيلا، ولا عيد الميلاد ده محتاج ترتيبات؟ طبعا عيد الميلاد محتاج ترتيبات. يبقى لما اجي اعبر ان احنا هنعمل عيد ميلاد هقول لك ايه يا باشا؟ هقول لك هنا هستخدم ام او از او ار والفعل اي ان جي، وهكذا. يبقى الحاجه اللي معمول لها ترتيبات هستخدم معاها ام از ار والفعل ايه؟ اي ان جي. هدي لك شويه كلمات كده لما تشوفها يبقى انا هستخدم مين؟ ام از ار فعل اي ان جي وبتدل على المستقبل. كلمات زي مين يا اولاد؟ عندك كلمه زي كلمه arrange، عندك arrange، عندنا حاجه زي arranged، عندنا arranged،
عندك arrangement. عندك كلمة زي كلمة prepare. عندك prepared. عندك preparation. يبقى لما تشوف كلمة من دول في الجملة بتاعتك أنا هستخدم بدلها مين؟ هستخدم بدلها am is are والفعل ing. طيب الكلمات دي معناها إيه؟ عندك arrange معناها يرتب، عندك arranged اللي هي معناها مترتب أو رتبة، عندك arrangement اللي هي معناها ترتيب. طيب وبريبير يعد أو يجهز، عندك هنا prepared جهزة أو متجهز، عندك preparation اللي هي معناها تجهيز. يبقى أنت لما تلاقي واحدة من دول في الجملة بتاعتك أنا هستخدم وأنا مغمض am is are والفعل في ing. طيب تعالى ناخد مثال. عندك مثلا هنا she has arranged to travel next week. دي الجملة دي معناها ايه؟ الجملة دي معناها ان هي رتبت ان هي تسافر الاسبوع الجاي. طيب وطلب منك قال لك انك تستخدم مين؟ تستخدم is. يبقى انا هبدأ بالفاعل بتاعنا اللي هي مين؟ اللي هي she، احط بعدها is traveling. she is traveling. امتى؟ next ايه؟ next week. يبقى هي هتعمل ايه؟ هتسافر الاسبوع الجاي. يبقى انا شلت has arranged دي كلها كده وحطيت بدلها مين؟ am او is او are والفعل ing. يبقى احنا كده اتكلمنا على زمن المضارع المستمر بيعبر عن مين؟ بيعبر عن حاجه هتحصل دلوقتي وقت ما انا بتكلم، او حاجه هتحصل في المستقبل بس يكون مترتب ليها. طيب المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ am is are والفعل ing. النفي يبقى am not و isn't و aren't والفعل فيها ing. ولو سؤال بمعنى هل انا هعمل مين؟ هعمل مقص. ولو سؤال بكلمه استفهام هتبدا بكلمه الاستفهام بعدها am او is او are والفاعل بعد كده الفعل فيه ايه؟ ing. ده كده اول حاجه عندنا. طيب ندخل بقى اللي بعدها. عندنا مين؟ عندنا حاجه اسمها الاكتف والباسيف. الاكتف والايه؟ الاكتف والباسيف. مين الاكتف ومين الباسيف يا اولاد؟ الاكتف اللي هو المبني للمعلوم، والباسيف اللي هو مبني لمين؟ مبني للمجهول. تمام؟ طيب يعني ايه مبني للمعلوم؟ المبني للمعلوم انا عارف الفاعل بتاع الجمله، يبقى انا عارف مين اللي بيعمل الجمله. زي هنا جيت قلت لك مين؟ قلت لك هنا احمد بلايز ايه؟ بلايز فوتبول. احمد بيلعب مين؟ بيلعب كرة القدم. تمام؟ يبقى هنا احمد ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الفاعل، والبلايز اللي هي الفعل، عندك فوتبول ده مين؟ ده المفعول. يبقى انا كده بدأت بمين في الجملة عندنا؟ بدأت بالفاعل، حطيت بعدها الفعل والمفعول اللي هو بيقع عليه الفعل. طيب مين الباسيف بقى او مين المبني للمجهول؟ المبني للمجهول ان انا بتكلم على المفعول. بتكلم على مين؟ على المفعول. ده اللي ببدأ بيه الجملة. ببدأ بمين؟ الجملة. طيب عندك هنا بتكلم على المفعول والحاجة اللي وقعت عليها. يعني هنا دلوقتي ينفع اقول لك كرة القدم هي اللي بتلعب؟ طبعا ما ينفعش. فهتيجي تقول لي ايه؟ لا ده كرة القدم تلعب. يبقى كرة القدم بتتلعب. يبقى هنا دي اسمها مبني لايه؟ مبني للمجهول. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه مبني للمعلوم ويعني ايه مبني للمجهول. تمام؟ طيب عندنا المبني للمجهول عندنا موجود في زمنين. عندنا البريزنت سمبل، هنتكلم على البريزنت سمبل المبني للمجهول بتاعه. وعندنا مين تاني؟ عندنا المودلز او الافعال الناقصه. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده. عندنا المبني للمجهول بيتكون من ايه؟ المبني للمجهول فيه قاعده ثابته ليه. ايه هي؟ ان انا ببدا بمين؟ ببدا بالمفعول. ببدا بايه؟ ببدا بالمفعول. بحط verb to be مناسب لزمن الجملة. يبقى أنا هبدأ بالمفعول اللي هي الحاجة اللي وقع عليها الفعل، هتحط بعدها verb to be مناسب لزمن الجملة. يعني إيه verb to be مناسب لزمن الجملة؟ يعني لو الجملة بتاعتنا مضارع فأنا بستخدم verb to be في المضارع اللي هو am أو is أو are. طيب في الماضي يبقى عندك هستخدم was أو were وهكذا. يبقى أنت هتحط verb to be مناسب لزمن الجملة.
ويجي بعدها تصريف ثالث للفعل. احنا عارفين طبعا الفعل عندنا ليه 3 اشكال، عندنا الفعل في المصدر، عندنا الفعل في الماضي، عندنا التصريف الثالث. طيب التصريف الثالث بجيبه ازاي؟ عندك صلى على النبي. التصريف الثالث بيبقى يا اما بزود للفعل يا دي يا اي دي يا اي دي، زي مثلا هنا بلاي. بلاي معناها يلعب، عايز التصريف الثالث بتاعها ده فعل منتظم فهتبقى اسمها بلايد. يبقى عندنا التصريف الثالث هنا اسمها ايه؟ اسمها بلايد. او افعال غير منتظمه، افعال غير اولاد غير منتظمه، والافعال الغير منتظمه بتحفظ كما هي. زي مين؟ زي لما اجي اقول لك سي سو سين، يبقى عندك سي دي سي تصريفها الثالث اسمها ايه؟ اسمها سين. عندك مثلا ايت ايتن، يبقى ايتن ده اللي هو مين؟ اللي هو التصريف الثالث. واخر حاجه بحطها في الجمله عندنا بتبقى باي، اللي هي معناها بواسطه. بعد كده بحط مين؟ بحط الفاعل. يبقى عندك هنا المبني للمجهول هيتكون من ايه؟ عندك المفعول بعدها فيرب تو بي، عندك هنا تصريف ثالث، بعد كده باي زائد الفاعل. وممكن ان انا استغنى عنها، يعني ممكن احطها او ما احطهاش. تمام؟ طيب تعالى بقى صلي على النبي. عندك هنا اول حاجه المبني للمجهول بتاع زمن البريزنت سمبل او المضارع البسيط. يبقى الباسيف بتاعنا في زمن البريزنت سمبل، باسيف من البريزنت سمبل هيتكون من ايه بقى؟ تعالى نشوف مع بعض. طيب عندك صلي على النبي، انا قلت لك اول حاجه هبدا بيها، هبدا بالمفعول اللي هي وقع عليه الفعل. طيب بحط فيرب تو بي مناسب لزمن الجمله، فعندنا هنا بتكلم على زمن مين؟ زمن المضارع. يبقى هروح احط فيرب تو بي في زمن المضارع اللي هو مين؟ اللي هو ام او از او ار زائد التصريف الثالث، وفي الاخر هتحط لي باي زائد الفاعل، او ممكن ان انا استغنى عنها. تمام؟ طيب تعالى بقى صلي على النبي. عندك مثلا هنا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك علي بلايز فوتبول، علي بيلعب كرة القدم every week. ادي دي جملة كده عندك، دي مبني لايه؟ مبني للمعلوم، لان انا بدأت بالفاعل اللي بيعمل الجملة. طيب عايز احولها لمبني للمجهول. عندنا اول حاجة علي ده اللي هو مين؟ اللي هو الفاعل. عندنا بلايز ده الفعل، عندك فوتبول ده المفعول، ده اللي انا هبدأ بيه. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك فوتبول. يبقى فوتبول اللي هي كرة القدم. تمام؟ طيب فوتبول هتحط بعدها مين؟ ام او از او ار والتصريف الثالث. فوتبول دي هتاخد ام؟ طبعا لا، الام بتيجي مع الاي بس. المفرد هنحط له از والار هنحط له جمع، فكلمة فوتبول هتلاقيها ان هي مفردة. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك فوتبول از، والتصريف الثالث من بلاي هتبقى اسمها بلايد. يبقى فوتبول از بلايد every week. يبقى كرة القدم بتتلعب كل ايه؟ كل اسبوع. باي بواسطة مين؟ بواسطة علي. يبقى باي علي اللي هي بواسطة ايه؟ بواسطة علي. يبقى هقول لك كرة القدم بتتلعب كل اسبوع بواسطة علي. او ممكن دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمبني للمجهول في الجملة المثبتة. طيب تعالى صلي على النبي. عايزها بقى منفية يا باشا، هنعمل ايه؟ صلى على النبي. زي ما احنا قلنا هبدأ بمين؟ هبدأ بالمفعول. كنت حاطط بعدها ام او از او ار، لا هحط النفي بتاعهم. يبقى ام نوت او isn't او aren't. ام نوت او isn't او aren't زائد التصريف الثالث. وبرده ممكن احط باي والفاعل، او ممكن ان انا استغنى عنها. طيب تعالى ناخد مثال. قلت لك مثلا she doesn't do her homework. يبقى هي ما بتعملش الايه؟ ما بتعملش الواجب. طيب عايز احول الجمله دي لمبني للمجهول. المبني للمجهول منها هتبقى مين؟ هقول لك هبدا بالمفعول اللي هو مين؟ اللي هو homework. يبقى الواجب عايز اقول لك ما بيتعملش، يبقى الجمله منفيه هستخدم ام نوت او isn't او aren't. طبعا الام عارفين ان هي بتيجي مع الاي بس. isn't و aren't، isn't للمفرد و aren't للجمع. طيب كلمه homework هتبقى مين؟ مفرد، فهقول لك مين؟ هقول لك isn't عشان الجمله كانت منفيه. يبقى isn't، والتصريف الثالث للفاعل بتاعنا اللي هو do هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها done. يبقى homework isn't done by
هنا بقى مش هاجي اقول لك شي، امال هتيجي هتقول لي ايه؟ هقول لك باي هير. ونخلي بالنا عندنا ضماير الفاعل بتتحول لضماير مفعول، اللي هي زي مين؟ عندنا حاجه زي اي بتتحول بتبقى اسمها مي، عندك هي بتبقى اسمها هم، عندك شي بتخليها مين؟ بتخليها هير، عندك ات بتفضل ات زي ما هي ومش هنقابلها في الجمل كتير، عندك وي بتبقى اسمها اس، عندك يو عندك بتفضل برضو زي ما هي بتبقى اسمها يو، عندك زي بتبقى اسمها زم، عندك زي بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها زم. طيب دول هنا دول اسمهم ايه؟ ضماير الفاعل. اما دول اسمهم ضماير مين؟ ضماير المفعول. ودول بيجوا بعد مين؟ دول كلهم بيجوا بعد مين بقى يا معلم؟ بيجوا بعد باي. تمام؟ يبقى انت لما تستخدم باي انا هحط بعدها ضمير مفعول، الاي هتحولها لي مي، هي هم شي هير ات وي اس يو زي ذم. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمبني للمجهول. طيب تعالى بقى صلى على النبي، لو انا عايز اعملها سؤال، انا قلت لك ان انا بستخدم مين؟ بستخدم مفعول بعدها ام از ار وتصريف ثالث، لا هبدل ام از ار مع المفعول. يبقى لو سؤال بمعنى هل هتبدا لي بمين؟ هتبدا بام او از او ار زائد المفعول زائد مين؟ زائد التصريف الثالث. تمام؟ طيب تعالى ناخد مثال. قلت لك هنا do tourists visit the pyramids. يبقى do tourists visit the pyramids يعني هل السياح بتزور الاهرامات. تمام؟ طيب عايز بقى اقول لك هل الاهرامات بتتزار بواسطه السياح؟ هقولها ازاي؟ تعالى هنا صلى على النبي. عندك هنا قلت لك هتبدا بمين؟ ام او از او ار، بعد كده المفعول والتصريف الثالث. عندنا المفعول بتاعنا اللي هو البيراميدز، يبقى هنا دي مين؟ دي المفعول. طيب بيراميدز مفرد ولا جمع؟ هتقول لي ان بيراميدز جمع، يبقى تاخد از ولا ار؟ لا هتاخد مين؟ هتاخد ار. يبقى ار، حط المفعول بقى بيراميدز ار بيراميدز. عايز بقى التصريف الثالث للفعل، الفعل بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو فيزيت. هتبقى هنا مين؟ هتبقى تصريفها الثالث اسمها فيزيتد. يبقى ار بيراميدز فيزيتد باي مين يا معلم؟ باي تورستس، بواسطة مين؟ بواسطة السياح. يبقى هل الأهرامات بتتزار بواسطة السياح؟ يبقى ده كده لو سؤال بمعنى ايه؟ سؤال بمعنى هل. طيب لو سؤال بقى بكلمة استفهام، هتحط كلمة الاستفهام وتعمل لي مقص، يبقى هيجي بعدها مين؟ ام او از او ار زائد المفعول زائد التصريف الثالث. يبقى كلمة الاستفهام بعدها ام او از او ار والمفعول والتصريف الثالث. طيب عندك هنا مثلا جيت لك في سؤال قلت لك ايه؟ قلت لك when do you play football؟ بقول لك انت بتلعب كرة القدم امتى؟ طيب وعايز اخليها مبني للمجهول، يبقى هسأل بمين؟ هسأل بنفس كلمة الاستفهام اللي هي when. تمام؟ طيب المفعول بتاعنا اللي هو كلمة ايه؟ كلمة فوتبول. طيب فوتبول مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى هتاخد مين؟ is. يبقى when is football، يبقى when is football. عندك التصريف الثالث من بلاي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها بلايد. يبقى when is football played، متى تلعب كرة القدم. يبقى ده كده بالنسبة للمبني للمجهول مع زمن المضارع البسيط. تمام؟ يبقى المبني للمجهول عندنا am او مفعول am is are وتصريف ثالث، او النفي بتاعه am not و isn't و aren't وتصريف ثالث، او لو سؤال بمعنى هل هعمل مقص يبقى هبدأ بام او is او are مفعول تصريف ثالث، او لو سؤال بكلمة استفهام كلمة الاستفهام am او is او are مفعول بعدها تصريف ثالث. ده كده المضارع البسيط. طيب المودلز بقى، المودلز اللي هي مين؟ اللي هي الافعال الناقصة. الافعال الايه؟ الافعال الناقصة. طيب الافعال الناقصة دي بقى سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. مين الاول الافعال الناقصة؟ عندك الافعال الناقصة زي should وعندك shouldn't. يبقى عندنا حاجة زي should وايه؟ should و shouldn't. عندك can، عندك can't،
عندك must، عندك mustn't، عندك هنا mustn't، عندك حاجة زي may، عندنا حاجة زي might. دي كلها اسمها أفعال إيه؟ أفعال ناقصة أو المودلز. تمام؟ طيب المبني للمجهول بقى لما بلاقي فعل ناقص بيبقى شكلها إيه؟ عندك هنا قال لك إن أنا هبدأ بمين؟ برضه هنبدأ بالمفعول اللي بيقع عليه الفعل. هتحط بعدها المودل او الفعل الناقص، يبقى هتحط بعدها المودل اللي هو الفعل الناقص. بعدها مين بقى؟ هتحط لي بي زائد التصريف الثالث. تمام؟ طيب تعالى ناخد مثال. هنا جيت بقول لك مثلا ايه؟ قلت لك يو شود يا معلم المفروض ان انت تعمل ايه؟ دو يور homework. المفروض انك تبقى شاطر كده وتعمل مين؟ تعمل الواجب. طيب عايز احولها اخليها مبني للمجهول، يبقى هبدا بمين؟ بالمفعول اللي هو مين؟ اللي هو يور homework. يبقى الواجب بتاعك، ثانية واحدة كده لقيت عندنا شود، يبقى هتنزل زي ما هي، يبقى شود. هتروح حاطط بعدها مين؟ هتحط لي بعدها بي، والتصريف الثالث من الفعل عندنا اللي هي دو هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها done. يبقى يور homework should be done. يعني ايه بقى؟ يعني الواجب بتاعك المفروض ان هو يتعمل، الواجب بتاعك المفروض يتعمل. تمام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للمودال فيربس. يبقى انت صلى على النبي لقيت مودال فيرب او فعل ناقص في الجمله، زود لي عليه بي زائد التصريف الثالث. ما لقيتش مودال فيرب وعايز جمله عندك في المبني للمجهول، يبقى انا هستخدم مين؟ هستخدم اللي هو المضارع البسيط اللي هو ام او از او ار والتصريف الثالث. يبقى كده اي فعل ناقص هتزود بعدها بي، مفيش في الجمله فعل ناقص هتحط لي ام او از او ار والتصريف الثالث، وغالبا الام ما بستخدمهاش. تمام؟ ده كده بالنسبه لمين؟ الاكتف والباسيف عندنا. طيب نيجي بقى ننقل للدرس اللي بعده. عندنا مين تاني؟ عندنا صلى على النبي، عندنا زمن الباست سيمبل، باست سيمبل. زمن مين؟ زمن الماضي، الماضي الايه؟ الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط بيعبر عن مين؟ قال لك بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي وانتهت، يعني انا ذاكرت، انا اتغديت، انا اكلت، انا شربت، كل دي احداث فين؟ في الماضي. يبقى لما اجي اعبر عنها هستخدم زمن الماضي البسيط. يبقى هنا الماضي البسيط بيعبر عن مين؟ حدث وقع فين؟ في الماضي وانتهى. يبقى حاجه حصلت في الماضي وخلصت. تمام؟ طيب الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من عندنا الفاعل بتاع الجمله، وهنا بقى مش هتفرق اي فاعل، هتحط لها مين؟ هتحط لها تصريف تاني للفعل. طيب التصريف التاني للفعل بيكون شكله ايه؟ يا اما الفعل بزود له يا دي يا اي دي يا اي اي دي، ده لو فعل مين؟ فعل منتظم. يا اما افعال غير منتظمه، افعال غير ايه؟ غير منتظمه. والافعال غير منتظمه بنحفظها زي ما هي. يبقى لما جيت مثلا قلت لك مثلا واتش اللي هي يشاهد، عايزها في الماضي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها واتشد. عندك بقى فعل غير منتظم، عندك حاجه زي ايت، الماضي منها انا حافظها اسمها ايه؟ اسمها ايت. يبقى ده التصريف الثاني للفعل. يبقى الجمله المثبته عندنا في الماضي بتتكون من التصريف الثاني للفعل. تعال ناخد مثال عليه. عندك هنا مثلا قلت لك هي عملت الواجب بتاعها امبارح، يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك شي يعمل الواجب اللي هي دو هوم ورك، الماضي من دو هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها ديد. يبقى شي ديد هير هوم ورك امتى؟ يسترداي. يبقى هي عملت الواجب بتاعها امبارح. تمام؟ يبقى في عندنا كلمه زي كلمه يسترداي اللي هي معناها امس او امبارح، استخدمت معاها الفعل في الماضي اللي هو تصريف كام؟ تصريف تاني. تصريف ايه يا معلم؟ تصريف تاني. طيب لو انا عايز بقى انفي الجمله في زمن الماضي، زمن الماضي النفي بتاعنا الجمله بنفيها بمين؟ بتحط الفاعل، بنفي بحاجه واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي didn't زائد الفعل فين؟ في المصدر. تمام؟ طيب عايز اقول لك انا ما رحتش المدرسه الاسبوع اللي فات، ما رحتش، يبقى الجمله زمانها ماضي. طيب انا اللي هي مين؟ انا اللي هي اي، هنفيها يبقى هقول لك didn't، ويذهب اللي هي يعني ايه؟ يذهب اللي هي جو تو سكول امتى يا باشا؟ قال لك لاست ويك. يبقى انا ما رحتش المدرسه الاسبوع الايه؟ الاسبوع اللي فات. تمام؟
يبقى في النفي بنفي بمين؟ didn't والفعل في المصدر. طيب لو عايز اعمل سؤال في الماضي، سؤال بمعنى هل، هسأل بمين؟ قال لك هتسأل بدid زائد الفاعل زائد برضو الفعل في المصدر. يبقى did والفعل فين؟ في المصدر. طيب بقول لك هل اتفرجت على الفيلم امبارح؟ هل انت اتفرجت على الفيلم امبارح؟ هل اللي هي مين بقى؟ اتفرجت زمانها ماضي، يبقى هسأل بمين؟ هقول لك did. وانت اللي هي يو، يتفرج يعني ايه؟ يتفرج يعني واتش ذا فيلم. هل انت اتفرجت على الفيلم امتى؟ yesterday امبارح. يبقى هل انت اتفرجت على الفيلم امتى؟ امبارح. تمام؟ طيب لو هجاوب عليها هتجاوب مين؟ yes I did. yes I did. يا اما no I didn't. وخلي بالك عندنا في الانجليزي زي ما بسأل زي ما بجاوب. يعني هنا سألت بدid الإجابة فيها يا did يا اما didn't، والنو بتحب مين؟ بتحب النوت. تمام؟ طيب يبقى ده لو سؤال في الماضي بمعنى ايه؟ بمعنى هل. طيب انا بقى عايز اسال سؤال بكلمه استفهام. حط اي كلمه استفهام جميله بتاعتك بعديها did زائد الفاعل زائد يا باشا الفعل فين؟ في المصدر. تمام؟ طيب عايز اقول لك انت عملت ايه امبارح؟ ايه في الانجليزي اللي هي مين؟ اللي هي وات. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك وات did يو اللي هي انت. يبقى ماذا انت فعلت؟ يفعل اللي هي مين؟ دو. يستر ايه؟ yesterday. يبقى what did you do yesterday؟ عملت ايه يا معلم امبارح. تمام؟ طيب ده كده بالنسبه لشكل الماضي البسيط، تكوينه في الجمله المثبته والمنفيه والسؤال اللي بمعنى هل والسؤال بكلمه استفهام. طيب ايه الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط؟ يعني الكلمه اللي هشوفها هستخدمها مع زمن الماضي البسيط. عندك يا سيدي عد معايا. عندك حاجه زي yesterday. عندنا حاجه زي ago. عندك last. عندك in the past. عندك in واي سنه في الماضي. يعني مثلا احنا في سنه كام؟ 2026. عندك ما قبل ال 26 يبقى ده زمانها ماضي. تمام؟ عندك يبقى yesterday ago last in the past. عندك in واي سنه في الماضي. عندك مثلا لما اقول لك when I was young، لما كنت ايه؟ لما كنت صغير. تمام؟ عندك دي كلها كلمات بتدل على مين؟ على الماضي. طيب قال لك هنا مثلا ايه؟ when I was 5 لما كان عندي 5 سنين. when I was 7 لما كان عندي 7 سنين. يبقى ده كله بيدل على مين؟ على الماضي. طيب yesterday اللي هي معناها ايه؟ امس او امبارح. طيب ago last معناهم ايه؟ معناهم اللي فات. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ عندك ago بيجي قبلها وقت، لكن last بيجي بعدها وقت. تمام؟ يبقى عندك ago قبلها وقت او فتره زمنيه، last بيجي بعدها وقت. طيب زي ما اقول لك 2 hours ago من ساعتين فاتوا. a week ago من اسبوع فات. a month ago من شهر فات. a year ago من سنه فاتت. دي كلها كده بتعبر عن مين؟ بتعبر عن الماضي. اما لاست بيجي بعدها مين؟ لاست بيجي بعدها وقت. زي اقول لك ايه؟ اقول لك لاست ويك الاسبوع اللي فات. لاست يير السنه اللي فاتت. لاست فرايداي الجمعه اللي فاتت. لاست هوليداي الاجازه اللي فاتت. دي كلها كده بتدل على مين؟ على الماضي. عندك ان ذا باست اللي هي معناها ايه؟ معناها في الماضي. عندك ان واي سنه في الماضي احنا خلاص عرفناها. when I was young معناها ايه؟ لما كنت صغير، لما كنا صغننين كده يا اولاد. عندنا مين تاني؟ عندك اللهم صل على النبي. ممكن برضو من الحاجات اللي تدل على الماضي لما اقول لك this morning هذا الصباح، على اعتبار ان ايه؟ وقت الصبح عدى. this morning هذا الصباح. تمام؟ طيب يبقى دي كده زمن الماضي البسيط والكلمات الدالة عليه. طيب تعالى بقى نشوف بقى عندنا في زمن تاني اسمه زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر اللي هي مين؟ اللي هو باست ايه؟ باست كونتينوس اللي هو مين؟ الماضي المستمر. الله، يعني ايه ماضي مستمر يا استاذ؟ بص يا باشا، الماضي المستمر يعني حاجه كانت بتحصل في الماضي واستمرت لفتره معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا جيت قلت لك انت كنت بتعمل ايه امبارح الساعه 5؟ فقلت لي انا كنت بتغدى، كنت باكل، كنت بشرب، كنت بلعب، كنت نايم. يبقى كنت وبعمل حاجه معينه، يبقى ده اسمه ايه؟ ماضي مستمر. تمام؟
يبقى الماضي المستمر بيعبر عن مين؟ حدث كان بيحصل، حدث كان بيحصل فين؟ في الماضي، بس امتى؟ في فترة ايه؟ محددة. طيب من الاول كده الماضي المستمر ايه الكلمات اللي بتدل عليه؟ نفس الكلمات بتاعة الماضي البسيط، بس بزود معاها وقت كمان. يعني ايه؟ يعني جيت قلت لك مثلا at 5 yesterday، at 5 yesterday يعني الساعة 5 امبارح. يبقى هنا هتلاقي عندك كلمة مين؟ كلمة yesterday بتدل على الماضي بس معاها وقت كمان، ما جاتش لوحدها. تمام؟ طيب عندنا برضو من الكلمات اللي بتدل على الماضي المستمر عندك كلمة زي كلمة all. أقول لك مثلا all day yesterday يعني طول اليوم امبارح. تمام؟ يبقى هتلاقي عندك من الحاجات اللي بتدل على الماضي برضو عندك كلمة زي كلمة مين؟ كلمة all. يبقى لما أشوفها أنا هستخدم زمن الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر بقى بيتكون من إيه؟ قال لك بيتكون من حاجة سهلة وبسيطة خالص. إيه هي؟ هتبدأ عندك هستخدم يوز يا إما وير. يوز يا إيه؟ يا وير. هو اسمه مستمر؟ يبقى في فعل في ING. يبقى الماضي المستمر هستخدمه مع مين؟ ووز او وير والفعل ING. طيب ووز بتيجي مع مين؟ عد معايا. قال لك I he she وات واي اسم مين؟ اي اسم مفرد. طيب الوير بقى مع مين؟ مع الجمع اللي هم وي ويو وعندك مين تاني؟ عندك زي واي اسم جمع. تمام؟ طيب عايز اقول لك مثلا هم كانوا بيلعبوا امبارح الساعه 5، يبقى كانوا بيلعبوا امتى؟ امبارح الساعه 5. يبقى هقول لك ايه؟ هم اللي هي مين؟ زي كانوا بيلعبوا يبقى ده ماضي مستمر. طيب زي هتاخد مين؟ هتاخد وير. عندك يلعب بلاي حط لها مين؟ ING. اقول لك at 5 امتى يا باشا؟ yesterday اللي هو امبارح. يبقى هم كانوا بيلعبوا امتى؟ الساعة 5 امبارح. يبقى هنا استخدمت الساعة 5 مع كلمة زي كلمة مين؟ yesterday، فحطيت الجملة بتاعتنا ماضي مستمر اللي هو was أو were والفعل فيه ايه؟ ING. تمام؟ طيب تعالى بقى صلى على النبي. عايز اخلي الجملة بتاعتنا منفية. لو الجملة فيها نفي يبقى هتحط لي الفاعل بتاعك زي ما اتفقنا بعدها يا wasn't يا اما weren't. يا wasn't يا اما ايه؟ يا اما weren't زائد برضو الفعل ING. تمام؟ طيب بتقول لي انت كنت نايم امبارح الساعه 5 او الساعه 7؟ قلت لك لا انا ما كنتش نايم امبارح الساعه كام؟ 5. يبقى هقول لك هنا انا اللي هي مين؟ ما كنتش نايم يبقى انا بنفي. الاي هتاخد was وهنفيها هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها wasn't sleeping. يبقى انا ما كنتش ايه؟ ما كنتش نايم مثلا from 5 to 7 yesterday. دي برضو من الحاجات اللي بتدل على مين؟ على زمن الماضي المستمر. ان انا اقول لك from كذا to كذا، دي من الحاجات اللي بتدل على الماضي المستمر. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسؤال. عايزها بقى لو سؤال بالنسبه لمين؟ للنفي. طيب لو عايزها بقى سؤال بمعنى هل، السؤال بمعنى هل هبدا يا ووز يا اما وير. يعني هعمل مقص، تحط الفاعل زائد الفعل في ING. يبقى ووز او وير والفعل فيه مين؟ ING. ده لو سؤال بمعنى ايه؟ سؤال بمعنى هل. طيب عندك هنا قلت لك مثلا ايه؟ عايز اقول لك هل هي كانت بتقرا كتاب. هل هي كانت بتقرا كتاب يبقى هقول لها ايه؟ هي اللي هي شي. يبقى هتسال مين؟ هسال بوز عشان شي مفرد. يبقى ووز شي reading was she reading a book. يبقى هل هي كانت بتقرا مين؟ بتقرا كتاب. طيب لما اجاوب عليها هقول لك yes وترجع تعمل مقص. يبقى she was او no she wasn't. يبقى yes she was او no she wasn't. تمام؟ طيب وخلي بالك بقى في السؤال. عندنا في السؤال لما بيبقى عندنا حاجه زي I was بتتحول لمين؟ بتتحول لوير يو. يبقى عندنا اي ووز بتتحول لوير يو. ليه؟ زي ما احنا عارفين ان الاي بتتحول الى يو واليو ما بتاخدش ووز، اليو بتاخد مين؟ بتاخد وير. يبقى اي ووز في السؤال هتتحول لمين؟ لوير يو. ولو مديلك وير يو في سؤال يبقى في الاجابه هتبقى مين؟ اي ووز. تمام؟
طيب ده كده لو سؤال بمعنى هل. طيب لو سؤال بقى بكلمة استفهام يبقى هتحط كلمة الاستفهام بعدها يوز يا إما وير، يوز يا وير زائد الفاعل زائد الفعل مضاف إليه ING. تمام؟ طيب عايز أسألك مثلا أنت كنت بتعمل إيه؟ دخلت عليك فجأة الأوضة كده فقفشتك قلت لك أنت كنت بتعمل إيه؟ فهقول لك إيه؟ هقول لك what were you doing؟ انت كنت بتعمل ايه؟ تمام؟ فهتقول لي والله مثلا انا كنت بذاكر، يبقى هتشيل مين في الاجابه؟ هتشيل وات، هتعمل مقص، هتقول لي I was studying. I was ايه؟ studying. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لشكل السؤال بكلمه استفهام في زمن الماضي المستمر. يبقى احنا كده عرفنا الماضي البسيط والماضي المستمر. تعالى بقى صلى على النبي كده وركز معايا عشان هنربط الزمنين ببعض. هربط مين؟ الزمنين ببعض. زمنين مين عشان لو نسيت؟ زمن الماضي البسيط مع زمن الماضي المستمر. تعالى نشوف ازاي. عندك يا سيدي مبدئيا كده هربط الزمنين ازاي؟ هستخدم كلمة اسمها while او كلمة اسمها as او كلمة اسمها just as. يبقى عندنا كلمة اسمها while أو as أو just as معناهم إيه؟ معناهم أثناء أو بينما. بالبلدي كده لما. تمام؟ طيب بص يا سيدي صلى على النبي. عندك هنا دلوقتي مثلا قلت لك إيه؟ قلت لك أنا كنت بتمشى رايح المدرسة وقابلت مين؟ قابلت علي. عندنا هنا كام جملة؟ عندك جملتين، إن أنا كنت بتمشى وإن أنا قابلت علي. عندك هنا انا كنت بتمشى دي هيبقى زمانها مين؟ الماضي المستمر. وقابلت علي قابلته يبقى دي زمانها ماضي بسيط. طيب لما انا قابلت علي بقى، علي وقفني عن المشي اللي انا كنت بتمشاه، يبقى هنا كان في حاجه كانت مستمره ان انا كنت بعمل ايه؟ ان انا كنت بتمشى. وجت حاجه تانية قطعتها. ايه اللي قطعني؟ ان انا قابلت مين؟ قابلت علي. فهربط الجملتين دول ببعض باستخدام كلمه اسمها ايه؟ while او as او just as. طيب دول قاعدتهم ايه بقى؟ عندك هنا لو حاجتين قطعوا بعض فانا هستخدم مين؟ ماضي مستمر، والجمله الثانيه هتبقى زمانها ايه؟ ماضي بسيط. يبقى ده هنا في حاله ان حدث قطع الحدث الاخر. حدث الايه؟ قطع الحدث الاخر اللي هو كان ايه؟ كان مستمر. يبقى انت كده صلى على النبي. انا عايز while او as او just as وراها ماضي مستمر والجمله الثانيه ماضي بسيط طالما قطعوا بعض. فجيت هنا قلت لك ايه؟ قلت لك while I was walking. while I was ايه؟ walking to school. يبقى لما انا كنت بتمشى للمدرسه I met علي. انا قابلت مين؟ قابلت علي. يبقى هنا استخدمت مين؟ استخدمت while وراها الماضي المستمر والجملة الثانية ماضي بسيط. ليه؟ لأن الحدثين قطعوا بعض. طيب بص يا سيدي عندك هنا while دي جاية فين؟ هي وas وجاست as جاية في بداية الجملة. طيب ما هي ممكن تيجي في نص الجملة أو تيجي في نص الكلام، بس ساعتها هتعمل ايه؟ هتشقلب الجمل. يعني ايه؟ برضه هنا while او as او just as هيفضل وراها مستمر وهتشيل الماضي البسيط هترميه في الاول. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك I met علي. انا قابلت مين؟ I met علي. انا قابلت علي while اثناء او بينما او لما while I was walking to school. تمام؟ يبقى انا قابلت علي لما كنت بتمشى للمدرسه. يبقى انت كده ممكن استخدم while او as او just as في اول الجمله، او ممكن تيجي فين؟ تيجي في نص الجمله. تمام؟ بس سواء جايه في الاول جايه في النص الله يكرمك وراها ماضي مستمر اللي هو was او were والفعل في ING. تمام؟ طيب عندنا صلى على النبي. مين تاني بقى ممكن يربط برضو عندنا؟ في عندنا كلمة اسمها when دي معناها ايه؟ when معناها عندما. بس when قال لك بيجي وراها مين؟ قال لك بيجي وراها ماضي بسيط والجملة التانية بيجي معاها ماضي مستمر. طيب تعالى على نفس المثال اللي هو بتاع اخونا علي. هقول لك ايه؟ هقول لك when I met علي. عندما قابلت علي او لما قابلت علي I was
walking I was walking to ايه؟ to school. يبقى انا كنت بتمشى رايح فين؟ رايح المدرسة. يبقى هنا بدأت بكلمة مين؟ بدأت بكلمة when، حطيت وراها الماضي البسيط، والجملة الثانية الماضي المستمر. يبقى احنا كده خدنا عندنا بربط بمين؟ عندك while او as او just as، او عندك مين تاني؟ عندك when. while و as و just as وراها الماضي المستمر. when بقى بتيجي في وراها مين؟ قال لك when بيجي وراها الماضي البسيط، سواء جاء في الاول او جاء في النص. ما هي ممكن تيجي في النص برضو زي while او as او just as، بس ساعتها هعمل ايه؟ هتشيل الماضي المستمر ده هترميه في الاول قبل مين؟ قبل when. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك I was walking، انا كنت بتمشى المدرسة. I was walking to school. امتى يا باشا؟ when I met علي، عندما قابلت مين؟ قابلت علي. يبقى عندك كده when ممكن تيجي في الاول او جايه في النص وراها الماضي البسيط. ده برضه في حاله ايه؟ في حاله ان حدث قطع الحدث الثاني اللي كان مستمر. تمام؟ طيب تعالى بقى صلي على النبي. عندك هنا دلوقتي انا وايل واز وجاست از، انا لسه قايل لك ان هي مين؟ وراها ايه؟ ماضي مستمر. والله ما قصرت، يبقى وايل او از او جاست از وراها ماضي مستمر. طيب صلى على النبي. من شويه كنت بقول لك ان بتيجي الجمله الثانيه ماضي بسيط، بس ده في حاله ايه بقى؟ حاله ان حدثين قطعوا بعض. ممكن بقى يجي وراها مين؟ ممكن يجي وراها ماضي مستمر. يبقى هنا الجملتين زمانهم مين؟ ماضي مستمر. بس امتى؟ قال لك في حاله الحدثين، في حاله الايه؟ الحدثين استمروا ايه؟ في نفس الوقت. يبقى هنا صلى على النبي، عندنا حاجتين شغالين في نفس الوقت، انا هستخدم ماضي مستمر مع ماضي مستمر. ناخد مثال دلوقتي. صلى على النبي، انا كنت بتمشى رايح فين؟ رايح المدرسه، وحاطط الهيدفون في وداني وبسمع اغاني. هل سماعي للاغاني ده اثر على مشي للمدرسه، ولا الاثنين كانوا مستمرين في نفس الوقت؟ لا يا باشا، الاثنين كانوا مستمرين في نفس الوقت، ما قطعوش بعض. يبقى هستخدم ماضي مستمر مع ماضي مستمر. طيب مثال تاني، دلوقتي انت قاعد بتذاكر وابوك قاعد بيتفرج على التلفزيون وقاعد بيغيظك. تمام؟ يبقى انت كده الحدثين بيحصلوا في نفس الوقت وما اثروش على ايه؟ على بعض. يبقى هنا قاعدتها ان انا استخدم ماضي مستمر مع ماضي مستمر. فهنا مثال مثلا قلت لك هنا while I was walking to school. يبقى لما انا كنت بتمشى للمدرسه I was listening to music. يبقى انا كنت بسمع مين؟ بسمع موسيقى. يبقى الحدثين كانوا مستمرين في نفس الايه؟ الوقت. وزي ما اتفقنا برضو while او as او just as ممكن تيجي في الاول او في النص. تمام؟ طيب تعالى بقى نرجع لحاجه صغيره كده ملحوظه عندنا هنا. ايه هي؟ بص يا سيدي، هنا دلوقتي قلت لك ايه؟ قلت لك while I was walking to school I met علي. قال لك ان انا ممكن استغنى عن الفاعل واستغنى عن verb to be، ويبقى while جاي بعدها على طول فعل ing. يبقى ممكن اقول لك while walking to school، اثناء المشي للمدرسه I met علي. يبقى while لو ما فيش بعدها فاعل بيجي بعدها فعل فيه ايه؟ ing. تمام؟ يبقى كده هنا دلوقتي قلت لك ايه؟ ادي خليك برضو اكتبها سجلها عندك. while بيجي بعدها فعل مضاف اليه ing في حالة ايه بقى؟ مفيش فاعل. في حالة ان مفيش فاعل فوايل بيجي وراها فعل مضاف اليه ing. ده كده بالنسبة لمين؟ لزمن الماضي البسيط والماضي المستمر، وربطنا بين الاثنين. يبقى استخدمت while او as او just as او كلمة اسمها when عشان اربط الزمانين ببعض. تمام؟ وخلي بالك ان while واز وجاست از ليها قاعدتين، يا اما الاثنين واحد قطع الثاني فهنا هستخدم ماضي بسيط مع ماضي مستمر، او ان انا هستخدم الاثنين كانوا مستمرين في نفس الوقت فهستخدم الاثنين ماضي مستمر. تعالى بقى نفصل كده شويه وناخد حاجه سهله تفصل بيها دماغك عن اللك الكتير اللي احنا قلناه. ايه هي؟ عندنا حاجه اسمها كونكتورز. عندنا حاجه اسمها ايه؟ كونكتورز اللي هي مين؟ اللي هي الروابط.
روابط يعني ايه؟ روابط يعني بتربط جملتين ببعض. طيب روابط زي مين بقى؟ عندنا اول حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بيكوز. عندك بيكوز اللي هي معناها ايه؟ معناها لان، ودي بتبين مين؟ بتبين السبب. يبقى عندك بيكوز بتربط جملتين مع بعض، بتبين مين؟ بتبين السبب. زي مين؟ قلت لك مثلا I didn't go to school. ما رحتش المدرسة. ما رحتش المدرسة ليه يا عم الحاج؟ بيكوز والله لأن أنا كنت إيه؟ I was sick. يبقى أنا كنت إيه؟ كنت عيان. يبقى هنا أنا ما رحتش المدرسة بينت لنا السبب إن أنا ما كنت إيه؟ إن أنا كنت عيان. تمام؟ يبقى عندنا أول حاجة اسمها بيكوز معناها مين؟ معناها لأن. بتبين مين؟ بتبين السبب. عندنا مين تاني؟ عندك حاجة اسمها سو معناها ايه؟ معناها لذلك او بالبلدي كده عشان كده. ودي بتبين مين؟ بتبين النتيجة. بتبين الايه؟ النتيجة. فهنا قلت لك مثلا ايه؟ قلت لك I was sick. I was ايه يا معلم؟ I was sick so I didn't go to school. يبقى انا كنت عيان وعشان كده او لذلك انا ما رحتش مين؟ المدرسه. يبقى هنا ادي الجمله الاولانيه وادي جمله الايه؟ جمله النتيجه. تمام؟ وربطتهم بكلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها سو معناها مين؟ معناها لذلك. طيب تعال نشوف واحده كمان. عندنا حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بط معناها ايه؟ بط معناها ولكن. ودي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن التناقض. بتعبر عن مين؟ عن التناقض. تمام؟ طيب بقول لك انا كنت عيان ولكن انا رحت الايه؟ رحت المدرسه. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك I was sick. انا كنت ايه؟ كنت عيان. But I went to school. يبقى انا كنت عيان لكن انا عملت ايه؟ رحت المدرسه. يبقى دي عندنا الجمله الاولانيه وادي التناقض ان انا رحت مين؟ رحت المدرسه. وربطتهم بكلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها بط. وخلي بالك بط بيجي قبلها كومه صغيره. تمام؟ طيب عندنا بقى حاجه ثانيه اسمها ألزو معناها ايه؟ ألزو معناها بالرغم من. ألزو بالرغم ايه؟ بالرغم من. طيب عندك مثلا هنا هقول لك ايه؟ هقول لك I went to school. يبقى انا رحت فين؟ رحت المدرسه بالرغم من ان انا كنت عيان. يبقى although I was sick. يبقى هنا انا رحت المدرسه بالرغم من ان انا كنت ايه؟ كنت عيان. يبقى عندك هنا دلوقتي في عندنا حاجه اسمها بط معناها ولكن بتعبر عن مين؟ عن التناقض. زيها في حاجه اسمها although بالرغم من برضه بتعبر عن مين؟ بتعبر عن التناقض. تمام؟ طيب هنا although جايه فين؟ جايه في نص الكلام. تمام؟ طيب عندك ايه الفرق بين الاثنين؟ مبدئيا كده عندك بط بيجي قبلها كوما، عندك although مفيش فيها كوما. طب افرق بين الاثنين ازاي؟ على حسب معنى الجمله. طيب ينفع اقول لك انا رحت المدرسه ولكني كنت عيان؟ هتلاقي دمها تقيله كده في الكلام وما هياش ايه؟ ما هياش لايقه. طيب although ممكن تيجي في النص وممكن تيجي برضه فين؟ تيجي في الاول. فهقول لك ايه؟ هقول لك although I was sick بالرغم من ان انا كنت عيان انا رحت فين؟ I went to school. يبقى انا رحت فين؟ رحت الايه؟ المدرسه. يبقى احنا كده عندنا حاجه زي بيكوز، عندك حاجه زي سو، عندنا حاجه زي بط، عندنا حاجه زي although. دول اسمهم ايه؟ اسمهم كونكتورز او الروابط. تمام؟ طيب تعالى بقى صلى على النبي ندخل على حاجه ثانيه. ايه هي؟ عندنا حاجه اسمها الادجكتيفز اللي هي مين؟ اللي هي الصفات. وفي درس الصفات احنا هناخد المقارنة ومين؟ المقارنة والتفضيل. تمام؟ طيب مبدئيا كده يعني ايه مقارنة؟ المقارنة ان انا بقارن بين حاجتين سواء اشخاص او اشياء. والتفضيل ان انا بفضل واحد على اكتر من ايه؟ على اكتر من شخص او اكتر من ايه؟ من شيء. على اكتر من شيء. تمام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمقارنه والتفضيل. يبقى لما اقول لك انا عايز المقارنه ده انا اكون بتكلم على مين؟ بتكلم على اثنين. يعني مثلا بقارن احمد بقارنه بمين؟ بقارنه بعلي. بقارن الذهب بقارنه بالفضه. يبقى حاجه وحاجه او شخص وشخص.
اما التفضيل انا بفضل واحد على اكتر من ايه؟ اكتر من واحد. زي مثلا دلوقتي جيت بفضل الذهب على باقي المعادن، يبقى هنا دي اسمها تفضيل. بقارن علي باحمد ومحمد ومصطفى ومحمود وعلي، ده كلهم مين؟ يبقى دي اسمها تفضيل. تمام؟ طيب عندنا في الانجليزي عندنا او في الانجليش عندنا المقارنه. المقارنه بتتكون من ايه؟ عندك هنا قال لك ان انا بستخدم مين؟ الصفه القصيره، صفه قصيره بزود لها اي ار بعد كده كلمه اسمها زان. يبقى الصفة القصيرة هتزود لها مين؟ اي ار بعد كده زان. ويعني ايه صفة قصيرة؟ الصفة القصيرة اللي هي بتبقى سهلة في النطق وبتتكون غالبا من مقطع واحد. زي مين؟ زي مثلا اقول لك فات وباد وساد وهابي، عندك دي كلها اسمها ايه؟ اسمها صفة قصيرة. طيب دلوقتي انا عايز اقول لك علي واقارنه بمين؟ اقارنه باحمد. فهقول لك ان علي اطول من احمد. هقولها ازاي؟ هقول لك علي ماله؟ علي از طويل، يعني ايه؟ طول. طب انا هقارنه بعلي باحمد، يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك تولر ذان احمد. يبقى علي از تولر ذان مين؟ تولر ذان احمد. يبقى هنا بدات بمين؟ بدات الطرف الاولاني، تمام؟ قارنته بالطرف الثاني، قارنتهم من حيث الصفه اللي هي مين؟ اللي هي تول، وعشان دي درجه مقارنه زودت لها اي ار بعد كده كلمه مين؟ كلمه ذان. تمام؟ ده بالنسبه للصفه القصيره. طب الصفه الطويله بقى بعمل فيها ايه؟ الصفه الطويله اللي هي بتبقى متكونه من اكتر من مقطع، زي اقول لك expensive، اقول لك important، اقول لك beautiful، اقول لك careful، اقول لك careless. عندك دي كلها اسمها صفات ايه؟ صفات طويله. طيب عندك مثلا important كده الجميله دي، ينفع اقول لك importanter؟ لا، هتلاقي دمها تقيل وشكلها مش ظريف. فقال لك هتعمل ايه؟ قال لك هتحط قبل الصفه كلمه اسمها more أو كلمة اسمها لس. مور معناها أكثر ولس معناها أقل، وتحط بعدها الصفة الطويلة زي ما هي، وبعد كده كلمة اسمها إيه؟ كلمة اسمها ذان. طيب تعالى ناخد مثال. عندك مثلا قلت لك إيه؟ قلت لك جولد، الذهب، عايز أقول لك إن هو أغلى من الفضة، يبقى أقول لك إيه؟ جولد is more expensive. جولد is more expensive than silver. يبقى الذهب اغلى منين؟ اغلى من الفضه. تمام؟ يبقى ده كده الطرف الاولاني، وادي الطرف مين؟ الطرف الثاني. طيب قارنتهم من حيث صفه مين؟ صفه اكسبنسيف، فهي صفه طويله حطيت قبلها كلمه اسمها مور وبعدها كلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها زان. يبقى درجه المقارنه مع الصفه الطويله مور او لس، والصفه الطويله وكلمه اسمها ايه؟ كلمه اسمها زان. وزان دي احنا عارفين معناها ايه؟ معناها من. تمام؟ طيب ايه رايك بقى لو انا خليتها عايز اتكلم على الفضه الاول؟ يبقى اقول لك سيلفر از، بدل مور هتحط كلمه مين؟ كلمه لس، يبقى لس اكسبنسيف ذان جولد. تمام؟ يبقى الفضه ارخص من ايه؟ ارخص من الذهب. يبقى دي كده اسمها صفه مين؟ صفه المقارنه. يبقى في الصفه القصيره زودت لها اي ار واستخدمت معاها ذان، صفة طويلة حطيت قبلها مور أو لس، والصفة الطويلة معاها كلمة مين؟ كلمة ذان. تمام؟ طيب درجة التفضيل بقى، يعني إيه تفضيل؟ التفضيل إن أنا بفضل واحد على أكتر من شخص أو أكتر من حاجة. تمام؟ طيب جيت مثلا بقارن علي بالفصل كله، فلقيت إن علي ده أطول واحد، هقولها إزاي؟ قال لك مع الصفة القصيرة برضو هتعمل إيه؟ هتحط ذا والصفة صفة قصيرة معاها مين؟ معاها اي اس تي. تمام؟ طيب تعالى ناخد مثال. هنا بقول لك علي اطول واحد في الفصل، يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك علي is the tallest one in the class. يبقى هنا علي اطول واحد فين؟ اطول واحد في الفصل. تمام؟ او ممكن اقول لك of his friends، يعني ما بين اصدقائه. تمام؟ طيب هنا دلوقتي هنا بدات بمين؟ بدات بعلي، بقارنه بالفصل بتاعه كله او باصحابه كلهم. فهنا هستخدم درجه التفضيل اللي هي من الصفه اللي اسمها تول، حطيت قبلها ذا وبعدها مين؟ بعدها اي اس تي. يبقى درجه التفضيل مع الصفه القصيره ذا، والصفه القصيره معاها اي اس تي. طيب الصفة الطويلة بقى هعمل فيها ايه؟ الصفة الطويلة هحط لها برضو ذا والصفة اي اس تي. قال لك لا، هتحط قبلها كلمة اسمها ذا موست. ذا موست الأكثر، ذا موست معناها الايه؟ معناها الأكثر. وعندنا كلمة اسمها ذا ليست، ذا ليست معناها الأقل.
وتحط بعدها الصفة الطويلة. الصفة الايه؟ الصفة الطويلة. تعال نشوف مثال. بقول لك ان الذهب هو اغلى معدن. الذهب اغلى ايه؟ اغلى معدن. يعني انا بفضل الذهب على باقي المعادن كلها. فهقول لك ايه؟ هقول لك جولد. جولد اللي هو الذهب ماله؟ از هو اكثر حاجة غالية. يبقى هقول لك ذا ايه؟ ذا موست. تمام؟ يبقى جولد از ذا موست. وغالي اللي هي مين؟ غالي اللي هي اكسبنسيف. يبقى اغلى ايه؟ اغلى ذا موست اكسبنسيف ميتال، اغلى معدن. تمام؟ يبقى هنا جبت درجة التفضيل، جبت درجة تفضيل من صفة طويلة اللي هي زي اكسبنسيف، حطيت قبلها مين؟ حطيت قبلها ذا موست. تمام؟ طيب فلنفرض يا جدع ان الذهب رخص والحمد لله الدنيا بقت جميله وحلوه، فعايز اقول لك ان الذهب ارخص معدن. هقولها ازاي؟ يبقى بدل هنا ذا موست اكسبنسيف هتبقى اسمها ذا ليست اكسبنسيف، الاقل غلو، يعني ارخص حاجه. يبقى انا كده مع الصفات الطويله انا حطيت قبلها ذا موست او ذا ليست ومعها صفه مين؟ صفه طويله. تمام؟ ده بالنسبه لدرجه الايه؟ درجه التفضيل. يبقى التفضيل في الصفه القصيره ذا صفه اي اس تي، صفه طويله يبقى ذا موست او ذا ليست معاها صفه طويله. تعالى بقى صلى على النبي. ملحوظه صغيره كده، عندنا في شويه صفات كده ملهاش دعوه بالكلام ده خالص، بنحفظهم زي ما هم. زي مين؟ عندنا حاجه زي جود. جود اللي هي جيد بتبقى اسمها ايه؟ بيتر. بيتر ذان. عندك درجه تفضيل منها اسمها ذا بيست. طيب عندك سيء اللي هي باد بتبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها وورس. وورس ذان. ودرجة تفضيل منها اسمها ذا وورست. عندك مين تاني؟ عندنا حاجة زي ميني. ميني وماتش. ميني وماتش هما الاتنين بيبقى اسمها مور. مور ذان ذا موست. وعندك ليتل. ليتل بتبقى اسمها less than. ودرجة التفضيل اسمها the least. عندنا فار. فار اللي هي بعيد، مش الفار اللي بياكل القطة. عندنا فار بتبقى اسمها ايه؟ اسمها farther. farther than. ودرجة تفضيل اسمها the farthest. وممكن اكتبها عندنا farthest تبقى مثلا وهي وفارزر عندك بتتكتب يا بالاي يا اما باليو. تمام؟ يبقى فارزر. وعندك هنا مين؟ عندك farthest. تمام؟ يبقى عندنا هنا اولاد عندنا كلمه مين؟ عندنا الصفه اللي هي جود اللي هي معناها جيد هتبقى اسمها ايه؟ عايز اقول لك ان هو حد احسن من حد تبقى اسمها ايه؟ better than. عايز اقول لك ان هو الافضل اسمها ذا بيست. عندك باد اللي هي سيء، عندك درجة المقارنة منها ورس ذان اللي هي أسوأ من، عندك ذا ورست اللي هي الأسوأ. ماتش وميني معناهم كثير، عايز أقول لك أكتر من تبقى اسمها مور ذان، درجة التفضيل بتاعتها اللي هي أكتر حاجة اسمها إيه؟ اسمها ذا موست. عندك ليتل معناها قليل، عندك هنا بتبقى اسمها ليس ذان أقل من، عندك ذا ليست اللي هي الأقل. عندك فار بعيد هتبقى اسمها إيه؟ فارزر ذان اللي هي أبعد من، او درجه تفضيل اللي هي ذا فارزست اللي هي معناها الابعد. تمام؟ ده كده بالنسبه لمين؟ لدرس المقارنه والتفضيل بتاع الصفات. طيب تعالى بقى صلى على النبي كده، هندخل على اخر حاجه عندنا وهي مين؟ عندنا حالات اف. عندنا قاعده مين؟ قاعده اسمها اف. واف اسمها ايه؟ اف اللي هي اذا او لو. اف معناها ايه؟ اذا او لو. تمام؟ طيب صلى على النبي. احنا عندنا اف ليها 4 حالات، حاله صفريه اولى ثانيه ثالثه. يبقى اف ليها كام حاله؟ 4 حالات. اللي عندنا مطلوب مننا السنه دي عندنا الحاله الاولى والحاله الثانيه. تمام؟ طيب عندنا هنا دلوقتي عندنا اف اللي هي الحاله الكام؟ الحاله الاولى. لازم ابقى عارف ان هي بتتكون من مضارع بسيط، والجمله الثانيه فيها مين؟ عندك فيها will زائد الفعل فين؟ زائد الفعل في المصدر. تمام؟ طيب عندنا صلى على النبي المضارع البسيط اللي هو شكله ايه؟ المضارع البسيط اللي هو يا فعل في المصدر يا اما فعل اخره ايه؟ فعل اخره اس. تمام؟ او النفي بتاعها اللي هي مين؟ don't
او doesn't. don't او ايه؟ don't او doesn't زائد الفعل فين؟ زائد الفعل في المصدر، او verb to be اللي هو am او is او are، او النفي بتاعه am not او isn't او aren't. تمام؟ ده كده كله اسمه مضارع بسيط. وممكن will ديت تجيب النفي بتاعها تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها won't زائد الفعل في المصدر، او لو عايزها سؤال بمعنى هل يبقى will زائد الفاعل زائد الفعل فين؟ الفعل في المصدر، او كلمة استفهام بعديها will زائد الفاعل ومعاها برضو الفعل فين؟ الفعل في المصدر. تمام؟ طيب وممكن بدل will ممكن استخدم حاجة زي كان او may، ده برضو تبع الحالة الاولى. طيب تعالى بقى صلى على النبي. الحالة الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتعبر عن مين؟ كل حالة من حالات اف بستخدمها في حاجة معينة. اف الحالة الاولى بتعبر عن مين؟ قال لك بتعبر عن احتمالية حدوث شيء في المستقبل. يعني ايه احتمالية حدوث شيء في المستقبل؟ يعني حاجة ممكن تحصل لسه فين؟ في المستقبل. زي ما اجي اقول لك ايه؟ بقول لك لو انت بتذاكر، لو انت ايه؟ بتذاكر هتنجح في الامتحان. يبقى لو انت بتذاكر هتنجح فين؟ في الامتحان. يبقى دي حاجة احتمال ان هي ايه؟ احتمال ان هي تحصل. طيب تعالى ناخد مثال عليها. عندك هنا قلت لك ايه؟ قلت لك if you study hard لو انت بتذاكر بجد you will pass the exam. يبقى لو انت بتذاكر بجد هتنجح فين؟ هتنجح في الامتحان. فهنا انا بدأت بمين؟ بدأت بإف، حطيت بعدها study اللي هو فعل في المصدر اللي هو مضارع بسيط، والجملة الثانية فيها will والفعل فين؟ والفعل في المصدر. يبقى هنا دي اسمها ايه؟ اسمها الحالة الأولى وبتعبر عن احتمالية حدوث شيء فين؟ في المستقبل. طيب اف جاء فين؟ اف جاء في الأول، ممكن تيجي فين؟ هتيجي في النص وهنشقلب الجمل. يبقى عندك هنا الجملة اللي بتاعت الاستادي دي هتيجي هنا، والجملة الثانية دي هتحطها فين؟ هتحطها هنا. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك you will pass the exam هتنجح في الامتحان if you study hard لو انت بتذاكر ايه؟ بتذاكر كويس. تمام؟ يبقى دي كده شكل الحالة الأولى. يبقى الحالة الأولى بتعبر عن احتمالية حدوث شيء فين؟ في المستقبل. تمام؟ طيب عندنا بقى اف في الحالة الثانية. في عندنا اف في الحالة الكام؟ الحالة الثانية. اف في الحالة الثانية شكلها ايه؟ بستخدم الماضي البسيط، والجملة الثانية فيها مين؟ بستخدم فيها would زائد الفعل فين؟ الفعل في المصدر. طيب تعالى نراجع على الأزمنة كده. الماضي البسيط احنا لسه شارحينه في أول فيديو فأكيد أنت لسه ما نسيتوش. تمام؟ طيب عندك هنا would ممكن تبقى منفية، تبقى اسمها مين؟ اسمها wouldn't زائد برضو الفعل فين؟ الفعل في المصدر. ولو سؤال بمعنى هل هتبقى would زائد الفاعل ومعاها الفعل في المصدر. ولو سؤال بكلمة استفهام يبقى كلمة الاستفهام بعدها would زائد الفاعل زائد الفعل فين؟ زائد الفعل في المصدر. يبقى دي شكل الجملة الثانية. وممكن بدل would استخدم مين؟ استخدم could او might. تمام؟ طيب تعالى بقى صلى على النبي. الحالة الثانية دي بتعبر عن مين؟ قال لك بتعبر عن أحداث عكس مين؟ عكس الواقع. تمام؟ طيب يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي مثلا حد ما بيذاكرش وهو ما بينجحش في الامتحانات، يبقى هو لا بيذاكر ولا هو بيعمل ايه؟ ولا هو بينجح. طيب لما اجي اتكلم باف او اللي هي اقول لك اذا او لو، هستخدم الحالة الثانية ان هي احداث عكس الواقع، فهقول لك لو هو ذاكر هيعمل ايه؟ هينجح في الامتحان. يبقى هو لو ذاكر هينجح في الامتحان. يبقى معنى كده ان هو ولا بيذاكر ولا هو بيعمل ايه؟ ولا هو بينجح. تمام؟ طيب تعالى ناخد مثال عليها. عندك مثلا هنا قلت لك ايه؟ قلت لك if he studied hard he would pass the exam. يبقى if he studied hard he would pass the exam. يعني ايه؟ يعني لو هو ذاكر كويس، ادي هنا دي استخدمت الماضي البسيط he would pass يعني كان هينجح فين؟ كان هينجح في الامتحان.
فدي اف في الحاله الثانيه. وبرضه هنا اف جايه في الاول، ممكن تيجي فين؟ ممكن تيجي في النص، بس هنعمل ايه؟ هنشقلب الجمل. هنا studied الجمله دي هتبقى ورا دي، وهتبقى دي هنا فين؟ في الاول. يبقى اقول لك he would pass the exam، هو هينجح في الامتحان، او كان هينجح فين؟ في الامتحان. if he studied hard لو هو ذاكر ايه؟ ذاكر كويس. يبقى كان هينجح، يبقى معنى كده ان هو ما نجحش. عندك he studied، لو if he studied لو هو كان ذاكر، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ما بيذاكرش. تمام؟ وفي فيديو هتلاقي عندك عاملهولك بالظبط حوالي 8 دقايق شارح لك فيه ازاي تحل السؤال بتاع الرايت بالذات على قاعده اف، شارحها لك بالتفصيل. هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات، هثبته لك في اول كومنت. تمام؟ يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا جرامر الترم الاولاني لتانية اعدادي كاملا. ويبقى بكده وصلنا لنهايه الفيديو، وشرحنا وراجعنا على جرامر تانية اعدادي كاملا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.